أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار نوافيكم بها من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. تقديم قروض للمعاقين في إقليم القاشبركة. دورة تدريبية للمرأة في الإقليم الأوسط. تدريب الشباب في العلوم الاجتماعية في إقليم عنسبة. اندلاعات واشتباكات بين فصائل متناحرة في ليبيا. البرنامج النووي الإيراني يتقدم بسرعة وطهران تريد ضمانات. وبايدن يعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. قدمت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب قرضا بقيمة 2,600,000 نقفة حصلت عليه من مجموعة البالتوك APLF هيكديف فيجن روم لأكثر من 100 من أعضائها في إقليم القاشبركة. وأوضح مسؤول التأهيل وإعادة التنظيم في الجمعية سيد أبراهام كفلتين أن القرض الذي يسترد في عامين قدم ل114 معاق في مديريات بارونتو وأقردات وتسني وملقي وقلوج وهيكوتا وأعالي القاش وفورتوسوا بهدف خلق الأرضية للمعاقين للعمل في التجارة المصقرة والزراعة وتربية الحيوانات. وأشار إلى تقديم القروض سابقا ل 556 معاق في إقليم القاشبركة للعمل في التجارة المصقرة والزراعة وتربية الحيوانات، داعيا الحاصلين على القرض لاسترداده في الزمن المحدد لإيصاله للآخرين. وأكد الحاصلون على القرض على العمل لتحسين حياتهم ورد الدين المستحق في أوانه. نظم الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الأوسط دورة تدريبية في القيادة ل80 عضوة في هيئة جمعية المرأة الشابة. أشرف على التدريب الدكتور هايلين نوغوسي القادم من أمريكا. وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة سيدة أتسفا ميكائيل في مناسبة الاختتام في 23 من يوليو، قالت إن الاتحاد ظل يعمل إلى جانب التدريب المقدم في مراكز التدريب في الأقاليم، وينظم الدورات التدريبية القصيرة لرفع قدرات العضوات في الإدارة والقيادة. وأشادت المشاركات بالتأهيل المقدم الذي يدعم المعرفة المحدودة. تلقى 99 شابا من المدارس الثانوية من إقليم عنسبة دورة تأهيلية في العلوم الاجتماعية نظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة من 14 وحتى 22 من يوليو. تضمن التأهيل المفهوم السياسي ومضمون الفكر والفلسفة والدين والشباب والخدمة الوطنية والميثاق الوطني والوطن والوطنية والشباب وحماية البيئة وتقنية المعلومات. وأوضح رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين في مراسم اختتام الدورة التأهيلية في كلية الزراعة في حمل مالو، أوضح أن الهدف الأساسي من التأهيل تبادل المعلومات والأفكار ورفع معرفة ووعي الشباب. من جانبه دعا مسؤول الاتحاد في إقليم عنسبة سيد أزاز برخات آب المشاركين في التأهيل للتأثير على زملائهم والمشاركة الواعية في التنمية إلى جانب تعليمه الأكاديمي. وقدم المتخرجون عرضا يعكس قدراتهم وهواياتهم الفنية والتأهيل المقدم. من جهة أخرى أوضح الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم عنسبة في التقييم نصف السنوي الذي أجراه بتسيير أنشطة بناء مركز الشباب في قلب وتوسيع وتطوير التنظيم في إدارات الضواحي.
كرم مكتب التعليم في مديرية السرجقات 29 معلما نموذجيا يوم 23 من يوليو. وأشار مدير مديرية السرجقات السيد كفلة مريم قبر مسقل في المناسبة بتشجيع المعلمين، مؤكدا على تعاون إدارة المديرية مع مثل هذه المبادرات مستقبلا. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ دانيال سلمون أن المعلمين المكرمين عملوا بجهد لضمان كفاءة التعليم على أساس معيار وزارة التعليم للمعلم الكفؤ. وذكر مسؤول التعليم العام في الإقليم الأوسط الأستاذ مسفن ولد السلاسي أن التكريم يحمل مسؤولية كبيرة. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، شهدت ضواحي مدينة مصراتة الليبية اشتباكات مسلحة بالقرب من الطريق الساحلي الرئيسي المؤدي إلى طرابلس. قال عنها السكان إن القوات المتناحرة المتحالفة مع الطرفين الرئيسيين في مواجهة سياسية بشأن السيطرة على الحكومة الليبية احتشدت في المدينة الأيام الأخيرة. وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت في الأحياء الشرقية للعاصمة طرابلس قبل أيام قليلة بين مجموعتين مسلحتين نافذتين غرب ليبيا، وهما جهاز الردع وكتيبة سوار طرابلس المرتبطتين بالسلطة التنفيذية. ويشهد غرب ليبيا هذا العام توترا بسبب مواجهة سياسية بين حكومة عبد الحميد دبيبة في طرابلس وإدارة منافسة عينها البرلمان بقيادة فتحي بشاقة. وسلط القتال الضوء على المخاطر المتمثلة في إمكانية تحول الأزمة السياسية في ليبيا إلى جولة جديدة من صراع طويل الأمد. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن برنامج إيران النووي يتقدم بسرعة، وإن رصد الوكالة لما يجري هناك محدود للغاية، فيما قالت طهران إنها تريد ضمانات اقتصادية من واشنطن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني كي لا تلدغ من الحجر مرتين. وأضاف جروسي في مقابلة: الخلاصة هي أنه على مدى ما يقارب 5 أسابيع كانت لدي رؤية محدودة للغاية مع برنامج نووي يتقدم بسرعة. وتحذر قوى غربية من أن إيران تقترب من التمكن من الإسراع صوب صنع قنبلة نووية، في حين تنفي إيران رغبتها في ذلك من الأساس. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده تريد الحصول على ضمانات اقتصادية من الولايات المتحدة من أجل إحياء الاتفاق النووي، وذلك كي لا تلدق من الحجر مرتين، وذلك في إشارة إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق وفرضها عقوبات اقتصادية مشددة تبخرت معها كل المزايا الاقتصادية التي تضمنها اتفاق 2015 لفائدة طهران. طرحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة مساعدة أمنية بقيمة $270 مليون لأوكرانيا، تشمل 4 أنظمة أخرى لصواريخ المدفعية عالية الحركة ومئات من طائرات الدرونز التكتيكية. وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كريبي للصحفيين إن الحزمة تشمل $175 مليون في هيئة سحب القوات الرئاسية، مما يسمح للبنتاغون بإرسال أسلحة من مخزوناته الخاصة. وقال بشأن دعم الغرب لأوكرانيا. لقي 21 شخصا على الأقل مصرعهم، ولا يزال 2 في عداد المفقودين بسبب سيول شهدتها مناطق في جنوب إيران وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. وقال مدير جمعية الهلال الأحمر في المحافظة حسين درويشي إنه قتل 21 شخصا ولا يزال 2 في عداد المفقودين جراء سيول أصابت منطقة استهبان وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي. وأدت فيضانات واسعة النطاق في إيران في مارس وأبريل 2019 إلى مقتل 76 شخصا على الأقل، وأضرار قدرت قيمتها بحوالي $2 مليار. سيداتي سادتي، نذكر بالعناوين ختاما للنشرة.
تقديم قروض للمعاقين في إقليم الجاشبركة. دورة تدريبية للمرأة في الإقليم الأوسط. تدريب الشباب في العلوم الاجتماعية في إقليم عنسبة. اندلاع اشتباكات بين فصائل متناحرة في ليبيا. البرنامج النووي الإيراني يتقدم بسرعة وطهران تريد ضمانات. وأخيرا بايدن يعلن حزمة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.